أهو خلّينا دلوقتي أنا دخلت الكلية، كنت بقى الروش، قبلها كنت سقطت في فنون جميلة، ورسمت بقى مع فنان مرهف الإحساس، رسم عن مشاعره في ثانوية عامة، جات عني مقولة في جريدة الأهرام، وخلاص بقى كنت اللي هو اللي ياه! وقعدت بقى إيه ما عنديش حاجة أعملها، أخش تربية فنية بقى، أخش أبقى الفنان اللي فنون جميلة تندم إنها ما خدتوش. دخلت أول يوم بقى خلاص أنا كينج يا باشا، نازل عني مقولة في جريدة الأهرام، ما حدش يقدر يكلمني. دخلت أول يوم الدنيا تمام، اتعرفت على ناس وصاحبتهم وبقيت اللي هو إيه قائد المجموعة، ونروح هنا نقعد هنا مش عارف إيه وبتاع. بعد كده جيت الساعة 3 4 تقريبا خلاص إيه كل واحد هيروح لحاله، بس الدنيا لسه متجمعة يعني لسه في سنة أولى وتانية والكلام ده كله لحد خمسة. فأنا يا باشا داخل عادي كده كاجوالي وبتكلم وبتاع. احنا في عندنا البرجولة فيها درجة، ففي وسط ما انا بقى مندمج بقى ماسك الشخصية حاكمها، رجلي اتزحلقت وقعت. المشكلة ان البرجولة كان فيها مية، كانت غرقانة مية في خرطوم مخروم في اول يوم كلية. نزلت بقى كينج قاعد عامل كده، كله طبعا ساكت، محدش يتكلم محدش قال حاجة. لا خلاص واحد وقع، يا دي يا ايه الاحراج ده، ازاي حظك ان انت تقع في اول يوم كليه قدام الجميع. المهم كل الناس ساكته مش عارف الا واحد يعني كبر وبقى راجل محترم دلوقتي وبقى بيلبس ملايات في الشارع، مش هقدر اسامحه. وانا اسف انا اسف يا يوسف، بس انت اللي خلتني اجيب سيرتك تاني. انت عارف لو ما كنتش تحك كان زمانك بتلبس ملايه في الشارع دلوقتي.